زهقنا بقى من الأكل التقليدي جنب الشاي الصبح أو النسكافيه. يلا نعمل من العجينة كيكة، بجد اختراع حاجة كده جامدة. أول حاجة معانا هنجيب 180 ملي من اللبن، هنحط عليهم بيضة واحدة وهنحط معلقة صغيرة من الفانيليا، ودول 30 جرام من الزبدة المذابة، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ورشة ملح، و400 جرام من الدقيق. ونخلط كل ده مع بعض لحد ما نحصل على العجينة المتجانسة جدا دي. بجد العجينة كانت تحفة وطرية جدا زي ما انتوا شايفين. نشيلها بقى في البولة بتاعتنا ونسيبها لحد ما حجمها يتضاعف. تمام. وهنا خلاص بعد ما كان حجمها تضاعف جبنا قالب من الزبدة وعملنا الصينية بتاعتنا حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. وجبنا بقى العجينة بتاعتنا نحاول ان احنا نفردها على شكل مستطيل زي حجم الصينية كده بتاعتنا، وبعد كده هنحطها بقى ونسويها كده بايدينا، ونبتدي نعمل كده شكل بايدينا بصوابعنا زي شكل فراغات. الشكل ده هنجيب 100 جرام من الزبدة ونحطه في شكل الفراغات ده، و3 معالق كبار كده من السكر، ونحطهم على الزبدة بتاعتنا وعلى العجينة بتاعتنا ونسيبها تتخمر 10 دقايق بس. في الوقت ده احنا خلاص كنا سخنا الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وندخلها، واول ما تطلع نغطيها برضو لمدة 10 دقايق، ونبقى نشغلها الشواية في الاخر عشان تاخد اللون الجميل ده. وكله بجد احلى كيكة. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو. باي باي.